جربناه، والبعض التاني خليت الناس تجربه لنا. اعمل لايك وسبسكرايب واشتراك قبل لما الانترو يخلص، وتعالى شوف معايا المكان ده. لما نبدأ في الدرس ما ننساش اخواتنا يا جماعة، ندعي لهم في فلسطين ونتبرع لهم ونقاطع المنتجات اللي بتدعم غيرهم. دي مكنة بتعمل جيب الشقة، كانت عند الجناح التركي. اللي لفت انتباهي فيها انها مكنة صغيرة وبتفتح الجيب كله، مش زي المكنة اللي كان عندنا كنا بنجيب مساعد علشان يفتح الجيب بالمقص من اليمين والشمال يعمل مثلث اللي في النهاية. لا، هي بتعمل كل حاجة. خلاص شكرا، هي بتديلك حتة الجيب خلصان يا باشا، شايم واتكل على الله. عندهم مكن كتير عجبني، ولكن انا في مكنة دلوقتي هوريها لكم تاني، مكنة جيب شق برضو دخلت دماغي، كانت عند سويتك. المكنة دي بتفتح الجيب الاول وبعدين تشيمه، يعني هي بتطلعه لك متشيم جاهز، بس هي بتشتغل بالليزر. واللي لفت انتباهي فيها انها يعني كان تعليق من عندي انها بطيئة. انا كده مش هطلع انتاج. انا لو عندي مصنع وعايز اصلا حد عايز مكنة تجيب شقة، انا عايز اطلع انتاج، فما اعرفش هم مشغلينها بطيئة عشان خاطر يورونا شغلها وهي ممكن تتسرع ولا دي سرعتها. تمام. ولكن الحقيقة ان هي برضو بتفتح الجيب زي ما شفنا كده، القطعتين اللي نزلوا دول، وبتحط البايب بتاع الجيب. شكرا، بتشيم على طول، مش بتخيط وبعدين نقلب ونشيم، لا هي بتشيم على طول، وبتعمل فرماتورة اللي في الجنب. وكمان شفتها كانت بتعمل جيب شق بسوستة، جيب شق بسوستة عندهم طبعا، بس ما كانش فيه وقت ان انا اصور كل ده، ان احنا كنا رايحين يومها المعرض متأخر. صلينا في الحسين وقعدنا نلف شوية وبعدين قلنا بقى نروح المعرض. كنت فاكر ان هو للساعة 11، طلع 8:30. طبعا دي الماركة بتاعت المكنة دي، مكنة برازر، والشركة اسمها نيو تاتش او هو اسمها عندكم. دي بتعمل البنسة اللي في الجيب اللي في البنطلون من ورا. تمام. دول اخواتنا الاتراك رجعنا لهم تاني. الراجل ده كنت اقول له سبيك عربي يقول لي تركي، انجليش يقول لي تركي. دي برضو مكنة بوكت، مكنة بوكت بتركب الجيب، تديها انت الحتة وبعدين بتحط لها الجيب كده، بيقوم طالع جزء من جوه كده مش هتشوفه غير هو بيطلع دلوقتي، يروح زيو كاوي الجيب. شكرا، تركب. طبعا ده فكر المكنة البوكت اللي احنا نعرفه، بس المكنة دي ما شاء الله سريعة. المكنة دي على فكرة ممكن ترمي لك في الساعة الواحدة أكتر من 600 جيب من ده وأكتر، ممكن تعدي. هنا كنت أنا وأحمد بنتخانق، بيقول لي المكنة مسقطة، بقول له لأ مش مسقطة، فجبت الجيب بقول له مسقطة منين، بيقول لي من تحت من هنا، قلت له مش يلا. دي مكنة بتعمل دوران البتاليتا بالفرماتورتين اللي بيبقوا فيه، يعني مش بروح انا بقى اجيب صنايعي واعلم له دوران البتاليتا وهو ياخده يعمله وبعد ما يعمله نبقى نعمل فيه الفرماتورات. لا شكرا، هو اتعمل دوران البتاليتا اتعمل. طبعا دي مكنة بوكت تاني، بس دي لها قصة. دي بتركب لقم. اللقم دي كانت في مصنع انا كنت شغال فيها قبل كده، كانت بتوقف حال الخياطين. انتاج الثلاث خياطين في اليوم كان مثلا 1200 بنطلون، لا عشان خاطر اللقمة دي كان بيعملوا لهم 900 بنطلون بالعافية. المكنة دي زي التانية في حاجة بتشفط تحت، في شفط هواء، الحتة بتتحط اتسمرت خلاص، بيطلع نفس الجزء اللي بيكوي. بس لو خدنا بالنا تحت في شريط هناك اهو، ده شريط اللقم، بيطلع من تحت ازاي وبيتقص وبيركب وبيتمسك في الجيب ازاي، انا ده اللي هموت واعرفه. يعني هي بتمسك اللقمة من تحت ازاي وبتمشي بيها كده، انا مش عارف. المهم ان هي في الاخر بتديني لقمة شكلها مظبوط زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. فايدة اللقمة ديت ايه؟ عشان في الغسيل الفرماتورة ما تقطعش الجنس. طيب احنا كان عندنا بعض اللقم برضو ما بتركبش بالخياطة، يعني ما بتركبش على المكن بتاع الجيوب، كانت بتركب بعد الفرماتورة بس. فبرضو ده كانت بنجيب 2 يقعدوا يشتغلوا فرماتورة، ما كانوش بيطلعوا انتاج. هم هنا ما عملوش جديد، هي المكنة بتاعت الفرماتورة بس ركبوا لها تعديل بتشتغل بيه. طبعا دي مكنة كان صاي من في بي ماك، بس انا اللي لفت انتباهي في المكنة دي وخلاني اشتغل عليها واجربها، المكنة دي بتشوف، مش فيها حساسات، لا دي مش حساسات، دي عينين. وبعدين تاخد بالك كده الحته بتاعت الزاويه اللي هتتني
هي مش بتخيط عليها، هي بتروح سحباها. انا نفسي افهم السنان بتشتغل ازاي من غير الابره. غالبا ده هيبقى السنان ليها موتور منفصل. فهنا كنت بقول لصاحبها المكنه بتاعتكم تمام شكرا يا باشا. برضو المكنه ديت عندهم دي مكنه فعص، كنت حابب ان انا اجربها لكم بصراحه واوريكم شكل الشغل بتاعها بيخش لها ازاي. هو بيخش زي بتاع الفولدر بالظبط اللي بيبقى على الكوع. الناس اللي بتشتغل فولدر كوع هيفهموا الموضوع ده. بس انت ايه، بيبقى صدرك الحته ديت في صدرك كده وانت بتوطي عليها تشتغل. طبعا انا جيت اشتغل المكنه بتشتغل، شغلتها من تحت. احنا رايحين اخر النهار، وتقريبا الناس اللي بتقعد تجرب طول النهار ممكن يكونوا عطلوا المكنه او كان فيها حاجه. فقمت انا منفض ايديا كده وبصيت حواليا، صورت لكم شغلها بيبقى طالع شكله ازاي. واجري يا مجدي قبل ما يمسكونا. هنا دي مكنه من صنسير. المكنه دي بتعمل حوالي مش عارف 41 شكل غرزه او قد ايه، انا ما سالتهمش بصراحه. بس انا كنت حابب اجربها لان ما كنتش بشوفها من زمان وعمري ما جربتها. فقلت لا انا هقعد اجربها. قعدت اخرب في الكمبيوتر بتاعها شويه لحد ما عرفت بتغير الغرز منين. المكنه اللي في وشي دي زيها بالظبط بس مانيوال مش كمبيوتر. فهنا قلت اما اغير كده هات اي شكل غرزه كده اما نشوف المكنه دي شغاله صح ولا بيكذبوا علينا. هي 3 نطه مش 2 نطه يا جماعه، 3 نطه مش 2. لا المكنه تحفه بصراحه. وبعدين اوتوماتيك بالكامل، قص فتله وكل حاجه. لو انت بقى يلزمك الشغل اللي هي بتعمله ده، فالمكنه ديت موجوده في توكيل سويتك تقريبا، مش بعمل لهم اعلانات. المكنه دي برضو جننتني، فوقفت قدامها كده وشفت الشغل اللي هي عاملاه. قلت للراجل لا انا عايزك تجربها لي واخلي الناس تشوفها عندي وهي بتشتغل. المكنه دي بتعمل عروه دائريه. عارف يعني ايه الجمال ده لما يبقى عندك انت بتشتغل شروال او بنطلون او هودي او ايا كان الشيء اللي بتركب له حبل وتعمل له عروه زي دي. ده زي الشغل اللي كنا بنشوفه اللي من بره، مش العروه العاديه اللي احنا بنعملها. ودي مكنه برضو عجيبه، انا فضلت ابص لها كده ومتنح. بعد ما تخلص البنطلون جينز خالص بتدخل الرجل هنا، وطبعا انت بتحط الرسمه بتاعتك، بتدخل الفيلم بتاع الرسمه على الكمبيوتر وهي بتعمل الشكل اللي انت عايزه. المكنه دي زيها برضو بالظبط، بس دي بتشتغل على القطعه وهي مفروده. طبعا عشان وقت الفيديو ما خلتش الراجل يجي يجربها لان هتاخد وقت عبال لما تاخد الرسمه. دي برضو مكنه بوكيت، بس دي مكنه بوكيت عجيبه. دي بتعمل الجيب بتاع الهودي. برضو كان الراجل كسلان يجربها، فقلت له خلاص خليك يا عم واحد. اما دي ما كانش ينفع ما يجربهاش. دي بقى يا معلم بتعمل ايه؟ بتاخد الاستيك تقصه هي بالطول اللي انت طبعا محدده ليها، وبتشبك الاستيك في بعضه. بتحط الاتنين في وش بعض مش فوق بعض زي ما احنا بنجيب الصنايعي ويفضل يحطها فوق بعض والمكنه تسحب الاستيك منه من تحت ويبقى مكلكع. لا الاستيك مش مكلكع، الاتنين في وش بعض. لو نبص يا جماعه مفيش تخانه. ده لو انت عايز تعلي جوده الشغل بتاعك شد يا احمد بيشد في الفاضي يا باشا. الاستيك كانه حته واحده سليم. دي الماركه بتاعتها بس ما اول مره اشوفها بصراحه. دي بتخيط على الجلد الشكل اللي انت عايزه، وفي راس سودا هنا بتاعت الليزر اللي تحت دي بتقصه. دي حوضها واسع جدا عشان تعمل تطريزات على الجلد بالشكل اللي انت شايفه ده. اي شكل هي بتعمله. دي من صنسير. دي مكنه من ماركه تانية خليت الراجل يجربها لنا. مركزتش في الماركه قوي بصراحه. نفس الفكره بتاعت المكنه اللي قبلها، فحبيت ان انا اخد الفيديو بتاعها ايه من عند دي. ادي الماركه بتاعتها هي جي تي ار. دي مش عربيه نيسان يا جماعه، كانت مقطعه الدنيا في السباقات. ما علينا. هو هنا حب يوريهاني برضو بتشتغل ازاي. قال لي شغلها لك حضرتك. قلت له يا ريت تكرم. فبدات المكنه شغاله. هي طبعا مش شغاله، مش بتعمل غرز، هي بتعمل الحركه دي على الجلد قبل ما تشتغل. يعني انت مثلا انت دخلت لها الفيلم، ما انتش متخيل حجم الكلمه هيبقى قد ايه. فممكن تكون اكبر من البرواز اللي هي شغاله عليه اصلا، ممكن تكون اصغر منه. فهي بتعمل لك تيست الاول كده، بتوريك هي هتمشي فين وتروح فين وتيجي منين. فده بيتقال عليه تيست للشغل قبل الشغل، عشان طبعا ما ينفعش نهرتل في الجلد ونضيع الدنيا. او ان كان قماش الحجم اللي قدامنا ده كبير، فهي بتعمل تيست الاول بتجمع. فعلى الشاشه هنا هتلاقي الاصفر ده، ومطرح ما هي ماشيه ده اللي خلص تمام. الابيض ده اللي لسه هتبدا فيه.
فبقول للراجل اللي هو كان واقف هناك، بقول له المكنه ديت طيب بتشتغل بفيلم تطريز عادي ولا بندخل لها البيانات لها سوفت وير خاص بيها ولا ايه؟ قال لي لا فيلم تطريز عادي. فمش عارف هو كان عنده المعلومات الكافيه ولا هو كان واقف كده وخلاص. هنا لو بصينا على الشاشه هتلاقي عدد الغرز النهائي فوق اللي هو 1229 غرزه، وعدد الغرز اللي خلص اللي تحت اللي هي بتعد فيه اوريدي. فبرضه قاعد اتكلم معاه في السوفت وير وبتاع، لان انا مش مقتنع بالكلام. فبيقول لي انت بتحط الفلاشه هنا وبتحمل البرنامج على المكنه اللي هو الفيلم اللي انت عملته وهي بتشتغل. طبعا ده حاجه ما تشيلش همها، هي لما انت تاخد المكنه هيجوا هم يوروا لك بتشتغل ازاي. جينا بقى الركن البدله الجاهزه. ركن البدله الجاهزه ده مكنه بتعمل عراوي اللي بتبقى على الكم اللي بيركب عليها الزراير. بس العراوي ديت المكنه دي ما بتفتحهاش، يعني هي العروه المنظر بتاعت البدل الجاهزه. مش عايز اقول البدل الرخيصه. يا جماعه انا عشان خاطر احنا الناس بنشتغل بدله يدوي فديت اعلى فئه في البدل. فيعني انا المكنه ديت بصراحه جميله بصراحه في المصانع. والمكنه اللي بعديها برضو انا انبهرت بيها حقيقه. مكنه يعني المكنه اللي جايه مكنه بتعمل كم البدله، دي شغاله تحت بتعمل عراوي، التانيه بتركب كم البدله. هيجي واحد دلوقتي يقول لي مكنه هتركب كم البدله، انت اتهطلت؟ سوري على اللفظ. لا انا ما اتهطلتش، ده اللي انا شفته وده اللي انا جربته. المكنه ديت فيها 2 بولر، سحب فوق وسحب تحت، يعني كل حته انت بتحط الحتتين القماش على بعض هي بتسحب دي بطريقه وبتسحب دي بطريقه. بيبقى السحب بتاع ال2 بولر متوازي عشان يديني قطعه مفيش فيها تشريب في الحته اللي تحت الباط اللي مفيش فيها تشريب، وبيبقى سحب البولر اللي فوق مثلا اكتر من البولر اللي تحت او العكس عشان خاطر نعمل القطعه اللي فيها تشريب اللي هي فوق الكتف اللي هي الطرمبه بتاعتنا. وبتشتغل ازاي يا عمو؟ ده طبعا قاعد يشرح لي. شايفين انت الدوائر اللي قدام منك على الشاشه ديت بتوري لك بقى هنا هتشرب وهنا مش هتشرب. يعني هي دلوقتي الوضع ده تقريبا ده الوضع اللي هي بتشرب فيه. طيب هتشرب فين ومش هتشرب فين وانت لخبطتنا يا عم حسن؟ كل الكلام ده انت بتدخله على الكمبيوتر بتاعها. انت بتقول انا عايز اشرب 15 سم بعدد غرز قد كده، تمام؟ ونسبة التشريب هتبقى فيهم مثلا 5 سم، وباقي الجيرو انت بتبقى عندك المقاسات، انت راجل بيبقى عندك المقاسات بتاعتك، وباقي الجيرو انا مش عايزها تشربه، فانت بتبقى قايسه قد ايه. طبعا الحسابات ديت سهل ان انت تتعمل ونضيع عليها ساعة ساعتين في مقابل ان انت بتشتغل طول اليوم. واظن ان هي هيبقى فيها ميموري، لان انا نسيت اساله في الحاجة دي بصراحة، ان يبقى فيها ميموري للمقاسات. يعني مثلا عندي مقاس 56 غير مقاس 58 غير مقاس 60، فهيبقى فيها ميموري ان انا بدخل الاطوال بتاعت الجيرو في المقاسات بتاعتي قد ايه هنا، وابدا اقول لها ده مقاس 62 فهي تفهم التشريب فين والحته العدله قد ايه كده. طبعا هنا هو ورانا الاول على قطعه رق واحد، هي مش هتنفع، هي يعني مش هتنفع تبان على رق واحد، هي لازم 2 رق زي كده، وكمان عايزه قماشه تبقى ايه ادخن من كده. وهم هنا ظابطينها بتشرب حته صغيره وتشتغل حته عدله حته صغيره عشان تبان بس. فاستأذنته جاب الحته التانيه ديت من جنبه، قلت له جربها لنا، والراجل جربها لنا وعمال يشرح لي هنا. هو غالبا كان مهندس من مهندسين الصيانه بتوعهم، فمش خياط زينا، يعني ما جابليش الفكره كلها يعني، بس انا فهمت الباقي زي ما شرحت لكم كده وبدات اتناقش معاه فهو فاهمني يعني ايه بالطريقه دي. دي بقى مكنه بتعمل نص بنط او الغرزه اللقط اللي احنا بنعملها بايدينا. اخواتنا الصناعيه اللي بيشتغلوا بالابره بايديهم هيفهموا القصه دي. قعدت احمد يلطمها الاول ما عرفش، الراجل ده فضل يتفرج علينا وفي الاخر جه ضحك علينا وقال لنا طب ايه؟ قال له طب قوم انا هوري لك هي بتشتغل ازاي. فلضمها فلقيته بيلضمها بطريقه عجيبه، طريقه عجيبه، فقلت له وريني كده يا عم الحاج. فلضمها كده ولسه عايز يشتغل، قلت له لا 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 تاني كده بقى وريني اللضمه دي. فراح شايل الفتله وراح مدخلها كده في الابره فيها فتحه وملهاش مكوك تقريبا، هي خيط واحد بس فوق، وبعدين هي بتقص الخيط ده، يعني هي ايه خلاص عملت غرزه واحده بتقص الخيط ده وبتبدا تشتغل بالحته اللي انت قطعتها لها دي بس. يعني دي المشكله بتاعتها، هي مش بتشتغل من البكره مباشر، هي خلاص كده قصت الخيط اهي.
ودي شكل الغرزه بتاعتها، يعني بتقعد تكتك كده، دي شكل الغرزه بتاعتها. فالمكنه دي انا حاسس ان هي جايه تقطع عليا، لان البدله معروفه بالشغل اليدوي اللي فيها. فنبص كده مع بعض. دي طبعا غير مكنه كفافه، عشان ما يجيش واحد يقول لي دي مكنه كفافه، لا دي غير الكفافه. دي بتشتغل غرزه واسعه من تحت اهي، وغرزه ضيقه من فوق، على حسب انت عايز مين فيهم اللي فوق. طبعا اللي فوق هي اللي بتبقى الضيقه دي. تمام. طيب المكنه دي بتعمل الغرزه ديت اللي انا هنا بعملها في الفيديو ده كان بنطلون بدله صديق ليا، وكنت حابب ان انا اشطب له الاشكال اللي بره كلها بالابره دي، بيبقى شكلها احسن. بس طبعا المكنه اللي فاتت دي بتاعت شغل جاهز، يستحيل تعرف تعمل التكسيره اللي بين الغرز اللي احنا يعني شايفينها قدامنا ديت في التشييم بتاع السوستة. مستحيل تعرف تعمل حاجه زي كده. هيفضل برضو رونق الشغل اللي بالايد يا جماعه زي ما هو، لكن مش عارفين التكنولوجيا واخدينها لحد فين بصراحه يعني. ولكنها حاجه جميله. المكنه دي بقى دي اعجاز. دي بتشفط هنا هوا، اللي هناك ديت اللي شبه الدماغ بتاعت الدومه ديت السكينه اللي بتقطع. اللي قبلها من ورا هحاول اوريها لك دلوقتي، دي ترابيزه الفرد. انت كل اللي عليك بتحط فيها توب القماش، وزرار الطباعه بتاع البلوتر لا انت بتدوس عليه هنا، هي بتاخد الامر من الجيميني او جيربر او ايا كان البرنامج اللي بتقص بيه، وتبدا تقطع هي اوتوماتيك. خلاص هنا كنا مروحين، فعديت على المكنه ديت كده، وبعدين قلت له لا تعالى كده. الشاشه دي اللي انا كنت بكلمكم عنها في الفيديو اللي فات، ايوه هي دي المكنه اللي بتعمل تطريزه في حدود 10 مثلا في 10 سم على حسب الحوض اللي قدامنا ده. مفيده جدا بصراحه، انا شايفها مفيده جدا. وبرده مروح كده وعيني لمحت سروبه، قلت ايه ده؟ اصل المكن ده من الماركات العاليه بصراحه، كنتش متخيل التوكيل بتاعه هنا. فطلع التوكيل بتاعه هنا عند الوكيل بتاع مكن جاك. هنا الراجل الوكيل بتاع جاك كان بيستعرض قدرات المكنه بتاعته، ان ديت مكنه بوكيت بس المكنه ديت بوكيت بتركب الجيب من تحت مش من فوق، يعني دي مختلفه عن كل المكن اللي شفناه. وللاسف لاحظت ان هي برضو بتعمل هوا في الجيب، مش عارف ده ليه. والجيب تقريبا بيجي لها مكوي، مش هي اللي بتكويه، مش عارف يعني حاجات عجيبه كده. انا المكنه ما دخلتش دماغي قوي، فبصيت على الجيب ممكن اصوره عم ابص عليه، فاتفرج. قلت له طيب خلاص شكرا، وسيبته ومشيت. قلت اما اكمل تصوير عندهم، ده لسه احنا كده في المنطقه بتاعتهم. فعيني كده جابت المكنه الاوفر السروبه دي. ايه ده؟ دي مكنه استك يا باشا، فيها بولر، تحط الاستك، بتفتح هي على قده، تركب الاستك في الاسوره بتاعتك. اوعى الكلام، مكنه كمبيوتر كامل. محدش يسالني في الاسعار عشان الاسعار هتزعلنا من بعض. انا نفسي سالت على سعر كام مكنه كده، وعملت نفسي ما سمعتش حاجه. اللي هناك ديت مكنه 5 فتله، ودي مكنه اورليه سلندر، تعريش وهواء كل حاجه. بتركب الاستك بتاع البوكسر يا قليل الادب. انا عارف هتقعدوا تقولوا لي ايه ده، ايه اللي على المكنه، يعني ايه نحافظ على ادبنا. دي مكنه كده مش سروبه، مش عارف ايه اللي حشرها معانا. ودي مكنه كوعه في بي ماك، ان احنا سايبين التوكيل بتاعهم ورا، ما اعرفش ان التوكيل ده بيدي لحد تاني. دي مكنه كنت هموت واجربها، وبعدين لمحت الكنساي دي جنبها. دي مكنه كنساي، كنساي يعني الماركه اسمها كنساي، وهي مكنه كمر بنقول عليه كنساي. برضو تعريش وكل حاجه زي اللي انا كنت بجربها هناك الفي بي ماك. بس حتى ابص لها كده واتامل، طب عايز اجربها يا عمو. وبعدين شفت الماركه العجيبه ديت اول مره اشوفها، دي مكنه كوع هوا برضو. وبعدين ايه ببص كده جنبي، دي مكنه بوكيت، لا شفنا منها كتير. عايز ارجع اجرب المكنه التانيه، لقيته بيقص الخيط، فبقول له عايزين نجربها. قال لي ما انا لسه قاصص الخيط.